نكمل كلامنا عن الحشيش اللي قلنا انه بيتاخد من نبات اسمه القنب. النبات ده بنطلع منه الماريجوانا، الحشيش، المادة السائلة اللي بتبقى لونها بني محمر، وبتتجفف وبتوصل في هيئة حشيش. مكوناته من ايه؟ اكتر من 400 او 500 مكون، اهمهم واكثرهم تاثيرا THC. ايه THC دي؟ تترا هيدرو كانابينول. تترا هيدرو كانابينول. الماده دي مسؤوله عن انها تفرز هرمون كده بيحسسك بالنشوه والسعاده وانك فرحان ومش حاسس باي حاجه مزعلك خالص. الماده الثانيه كانابيديول. كانابيديول. ايه الماده دي؟ الماده دي اللي بتحسسك بالفتور واللامبالاه، ما انتش حاسس بحاجه. اذا انت عندك شعورين، مبسوط ومش حاسس باي فرح ولا حزن. يا عم فلان مات، تعال نروح نعزه. يا عم عارفين الحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون، الناس المغيبه اللي مش فارقه، اللي لو ربنا يعافينا يا رب، لو اخد بنته قدامه ولا اغتصب زوجته، ولا هو مش حاسس، هو مغيب. هل ديننا يسمح بده؟ هل انت رجولتك تسمح لك بده، انك تبقى مغيب؟ انت راجل مسؤول عن عن زوجة، عن اطفال، اللي هو ازاي؟ طيب المادة دي بشكل علمي بتقول لك فيه مادة في جسمنا وظيفتها انها تحسسك بالسعادة. مادة ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا، هرمون اسمه الدوبامين، الجسم بيفرزه. طب الحشيش بيدخل الجسم بيعمل ايه؟ مثبطات الحشيش او المستقبلات بتاعت الحشيش بتوقف هرمون الدوبامين ده وبتقول له خلاص عندك انا هفرزه، فبيتعطل افراز الجسم الطبيعي لهرمون الدوبامين، وبيبتدي يفرز الحشيش الماده بتاعته. طيب خلاص، مره دي مره واتنين، بعد كده لا انا محتاجه ازود عشان افرز نفس كميه هرمون الدوبامين اللي انا محتاجه عشان احس بالسعاده. فيبتدي الانسان من غير ما يحس يزود في الجرعات علشان يوصل نفس للنشوه والمتعه. طيب سهل ابطله؟ وليه الناس بتقول ان انا مش مدمن؟ لان انا ممكن ما اخدش اسبوع. ماده التي اتش سي بتخرج من الجسم من 40 ل 45 يوم. خروجها من الجسم واحساس انها بتنسحب، واعراض الانسحاب بتاعتها اللي هي الصداع واللي هو الارق، احيانا غثيان وقيء، كل الاعراض الانسحاب وانك متضايق ومخنوق عندك اكتئاب بتبتدي تحسها بعد 45 يوم. اذا انت قبليها ما انتش حاسسها اصلا، فعادي ممكن تبطله اسبوع، 2، 3 شهر كمان. طيب انا كده خلاص عرفتك ان هو بيطلع من الجسم بعد 45 يوم. انا مش عارف ابني بياخد ولا لا، فانا هروح احلله دم. الحشيش بيخرج من الجسم في الدم بعد 4 ساعات. علشان كده الافضل في تحاليل المواد المخدره تحليل البول، لان البول بيخرج، لان الحشيش بيخرج من البول بعد 30 يوم، فالافضل طبعا تحليل البول. عرفت ان هو مدمن للحشيش، اعمل فيه ايه؟ اولا لازم يبقى عنده اراده، لازم يبقى عنده اراده ان هو يخرجه من جسمه، ان الحاجه دي مؤذيه. اجيب له الاراده منين؟ هو مش مقتنع اصلا. ابتدي اوري له ناس حصل لها ايه للحشيش، ابتدي افرجه على افلام وثائقيه حقيقيه لده. يا ترى تحب تبقى كده؟ محدش فينا بيحب يتاذي، طبيعتنا كانسان ما احبش اتاذي. طيب ابتدي اعالج الحاجات اللي خلته اصلا بيدور على النشوه والمتعه والسعاده، ايه الحاجات اللي مضايقاه، وابتدي اعالجها فيه. انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، عايزه اقول لحضرتك ان مفيش حاجه بتاخدها انت عايزها من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات اللي عايزين ناخدها من ربنا سبحانه وتعالى هناخدها بغضب ربنا سبحانه وتعالى ابدا. لا ندرك ما اعطانا الله سبحانه وتعالى بمعصيه الله. انا عايزه ابقى سعيد، مش هتاخد ده بمعصيه الله. انا عايزه ابقى مبسوط، مش هتاخد ده بمعصيه الله. انا عايزه ابقى غني، مش هتاخد ده بمعصيه الله سبحانه وتعالى. حط دي قاعده. طب يعني مش هاخدها؟ ما انا يا ستي بقول لك ان انا ببقى مبسوط وفي دنيا تانية خالص. ايوه، دنيا تانية خالص مؤقتا. ما هو انت هتفضل تزود 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 في الجرعات كتير جدا، وهتستنزف مالك لحد ما هتوصل لمرحله ان انت مش عارف تشتري الكميه اللي انت عايزها عشان توصل لمرحله النشوه والسعاده اللي وصلت لها قبل كده. فخليك عارف وحط القاعده دي قدامك، ان عمري ما هوصل لحاجه ربنا سبحانه وتعالى انا عايزها من ربنا بمعصيه الله، مش هينولها لي، مش هاخدها. مش هاخد سعاده بمعصيه الله، مش هاخد فلوس بمعصيه الله، مش هاخد راحة بال بمعصية الله. إذا أنا في اتجاهات تانية غير الحشيش تخليني أوصل للسعادة دي. عايزة أقولك إن أنا خلاص بطلته
طب ازاي خلاص كده مش هرمون الدوبامين ده اللي مسؤول عن السعاده، خلاص هو جسمي مش بيفرزه غير بالمخدر ده، طب اعمل ايه؟ اوصل له ازاي تاني؟ علميا هرمون الدوبامين بيبتدي الجسم يفرزه تاني بعد 4 ل6 ايام من تبطيلك للحشيش. يعني انت بس تبطله 4 5 6 ايام ولوحده الجسم هيبتدي يفرزه تدريجيا. خلاص الحمد لله. العب رياضه علشان ابتدي استجمع قوايا العضليه، ابعد خالص 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 عن صحبه الحشيش. المرء على دين خليله. طب معلش يعني ده ايه التناكه اللي انت بقيت فيها دي؟ وانت عشان بطلت وربنا اكرمك بقينا احنا وحشين يعني؟ لا لا والله، ولكن انا اضعف دلوقتي من ان انا افضل قاعد معاكم فاتعلم منكم. ممكن ارجع لكم تاني اعالج بعد ما اتعافى بعد وقت طويل جدا. في حاجه اسمها جلسات نفسيه اجتماعيه وجلسات اسريه. الجلسات دي بنقعد فيها وبيحكوا ازاي بطلوه، ايه الحاجات اللي اتأثروا بيها، والحاجات ربنا يعافينا اللي وقعوا فيها، فيبتدوا يتعلموا من بعض ويقولوا. عارفين انت بالمثل الشعبي والبلدي كده، اللي هو اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه، يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته، فيبتدي كل واحد يقولك انا عملت كذا وانا عملت كذا. يا ربي ده انا الحمد لله انا ما وصلتش للمرحلة دي، وهكذا. دي الجلسات النفسيه الجماعيه. وفي كمان جلسات اسريه ان انا ابتدي اقعد مع الاسره واقول لهم يتعاملوا مع المدمن ازاي في الفتره دي. اعراض الانسحاب لو تقيله جدا زي الاكتئاب او الغثيان او حاجات كتير بيحسوا بيها، ممكن اتدخل فيها دوائيا وابتدي اخد انتي ديبريشن، اي مضادات اكتئاب مؤقتا. وانا ما بحبسش ده. عندك اراده يبقى هتتحمل ده، هتسيب المخدر يطلع من جسمك، بل بالعكس. مش انت كنت مذنب وبتعمل كبيره من الكبائر؟ ده ربنا سبحانه وتعالى هيبدل سيئاتك دي كلها حسنات. عارف انك بتتعب والمخدر ده بيطلع من جسمك وانت بتستقوى بربنا سبحانه وتعالى. هنصلي، هنقرا قران كتير، هنذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير علشان يساعدني ان انا اتخلص من ده. نلعب رياضه، هبعد عن اصدقاء السوء وعن كل حاجه بتفكرني بالمخدر ده. حتى الشارع اللي كنت بروح اشتري منه المخدر ده انا مش همشي منه اصلا خالص. صاحبي ده مش هروح له. مش هقطع نفسي من الناس، ولكن هبتدي اتصاحب على صحبه صالحه، صحبه اروح معاها الجامع، صحبه تخليني اقرا قران، صحبه تعرفني قد ايه ربنا سبحانه وتعالى جميل وغفور ورحيم، وانه هيسامحني ان شاء الله وهيساعدني على اني اخرج من المخدر ده، والمخدر ده يطلع من جسمي، بل بالعكس وهيقويني وهيديني كمان حسنات على ان انا قادر اقاوم ده. افتكر دايما ان مفيش اي حاجه وسعاده تدرك اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى اداها لي هتدرك بمعصيه الله سبحانه وتعالى. فانا هاخد ايه وانا بعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ فلازم ابطله. هرمون الدوبامين قلنا هيرجع تاني الجسم يفرزه بعد 4 أو 6 أيام. إذا الهرمون ده ولكن هيبتدي يفرز بشكل متصاعد، يعني مش هيفرز بنفس الكمية اللي كان بيفرز بيها، لأن أنت كنت قاعد ومعطله، أنت كنت منيمه وبتدخله مادة تانية. طيب الحشيش كان بيفيد في علاج حاجات؟ كان بيفيد في علاج. كان زمان قدماء المصريين بيعالجوا بيه الأرق، بيعالجوا بيه الغثيان، بيعالجوا بيه بعض الأمراض، التهاب الأعصاب والتهاب العضلات والتشنجات. ولكن لاحظوا ان هم لما بيدوهم نسب الحشيش عشان يعالجوا الحاجات دي، عارفين ان هم مهيبرين وحاسين كده بسعاده، فهم كانوا بيقولوا ان هم دي ارواح شريره سكناهم، لحد ما توصلوا ان لا، في القرن 19 ده تاثير الحشيش. اذا الحشيش ادمان. ربنا يعافينا ويعافي كل شبابنا يا رب يا رب يا رب من الادمان. افتكر دايما 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 ان انت هتتسال عن شبابك عملت فيه ايه، عن فلوسك صرفتها في ايه. فما ينفعش تقف قدام ربنا وتقول له الحشيش يا رب. ما ينفعش تقف قدام ربنا تقول له يا رب انا كنت مقصر مع زوجتي، وكنت الفلوس بدل ما اجيب لها بيها هديه تفرحها ولا اولادي ادخل لهم بيهم حاجه حلوه كنت بصرفها على المخدر. كنت مغيب يا رب. لا، انا هبعد عن كل الحاجات دي. ولو انا مش متجوز فانا كان عندي امي اروح اجيب لها هديه، اروح اخرجها هي ووالدي، اعمل اي حاجه خير، ولكني كنت بصرف الفلوس دي. الادمان اي حاجه فيها نشوه متصاعده، يعني ان انا النشوه دي مش هوصل لها الا لما ازود جرعات. الادمان بياخد فلوسك، الادمان بياخد صحتك، الادمان بيخليك دايما كذاب. خليك فاكر وعارف ان المدمن كاذب. عمره ما يقول لك انا لسه كنت بحشش. كنت فين يا حبيبي؟ والله كنت قاعد مع اصحابي، انا كنت في الشغل بعمل كذا، ما تتصليش بيا دلوقتي، انا مش قلت لك ان انا في الشغل مش عارفه ارد. انا المدمن كاذب.
خد بالك مش هتوصل للسعاده بغضب ربنا.